هذا القلم من زمن الجاهلية. بلشنا بمشروع جديد، وهو إزالة هاي البورتش. هاي القاعدة راح نشيلها ونسويها ديزاين ثاني. هسه هذا العمل جاري أقاربي. وهذا حسون جاي يكسر وياي. راح نشيل هذا الخشب كله. طبعا هذا كله راح نشيله إن شاء الله، لأن خشب قديم وتايخ، ويعني مثل ما انتم جاي تشوفون. فراح نسويها إن شاء الله حجر وديزاين جديد يعني. يلا عيني راح نوافيكم إن شاء الله بالتحديثات قريبا. وهاي شلناها أول نص إن شاء الله. يلا ما ظل شي إن شاء الله. بقت عندنا هاي الجهة، خلصت من هذا المكان والحمد لله. شلته تقريبا كله، بس بقت عندي ذيك. شوف شفقتي تقول الصياد الماهر، تذكرون الصياد الماهر؟ صياد رامي، نفس الصياد رامي. بس بقى عندي هذا النص راح اخليه اخير شيء، لان تعرفون طريقنا منه نروح ونرجع عليه. وخلصت هذا المكان الحمد لله. بقى عندي ذني الستبس راح همين اشيلهن، جاي اشتغل عليهن. وهذا الخشب وهذا الخشب هنا عندي، وجاي نشتغل. وكالعادة إيمان جاي يساعدني. وهذا السمك المسقوق. يلا ما ظل شي إن شاء الله. حطيت هاي الدرجة هنا إذا يشوفوها، هاي حطيتها هنا مؤقتا على مود شنو يكون يعني ممر. وهاي الشواية تقول دبابة، راح اسوي لها منها خشبتين وانزلها على كيف. يا بذولا احلى عمال. احلى عمال ذولا يشتغلون هنا. Do you know what the drill is? طبعا هاي جيب الشركة حتى يفتشوا لي اياها شتى تفتيش. وراحت الشجرة والله يرحمها. شفتوا هاي الماكينة من ساعة اللي كانت هنا. طبعا هذا نزل بيها ما يقارب قدم ونص بالأرض. حفرها يعني كسر الجذور تكسير، وطلع مثل ما انتم شايفين هذا الخشب كله من الجذور. وهسه راح نقلب العربانة اوديه هناك ورا. يقولون أرض تكساس غنية بالنفط، فأنا من هسه أقول لكم إذا طلع نفط أنا وياكم بالنص. راح أحفرها حفرة يمكن راح أطلع نفط، حتى شنو أدفن بيها هذا الحجر كله، أدفنه جوا.
عشينا اليوم سمك سمك قلت له تعال، قلت له تعال ناكل وياي، قال لا مشتري انا سمك من ماكدونالدز، فهسه رايحين الماكدونالدز سمك. نشتري سمك. يلا ابقوا وياي. Oh my charge كذا، اعتقد عندك شارج تليفونك. Okay, use mine. It's okay, honey, I'll go around. يقول لك تقدم لقدام. Hello, can I help you? Hi, can I get a large fish fillet meal? Okay, is here? No, that's it. Thank you. You're welcome. No, they did. No, we're show. هاي اوردرنا ماكدونالدز، وهذا الفرايز طبعا ريحته الشهي. وهسه راح اروح اجيب حسن وايمان من المدرسة، بس اليوم برودة اليوم، وطلعوهم من وقت لأن درجة الحرارة وصلت 35. طبعا بالعادة 35 والولايات الجنوبية لا شيء، العفو الولايات الشمالية لا شيء، لأن هناك حتى توصل تحت الصفر وجهال يروحون للمدرسة عادي، بس هنا بتكساس تختلف. وجيت المحل لليو بي اس، عندي شغلة اريد ارجعها. شوفوا شلون النظام اعزائي، هاي هنا السيارات جاي تجي توقف، يطلعون الاطفال من هذا الباب، طلاب. هذا وين جو وقف نص الشاشة. هاي طلعوا طلاب يركضون يروحون للسيارات مالت ابائهم. هاي أموني. يلا يلا. ومثل ما انتم شايفين صبحنا على ثلج الحمد لله. اليوم كل شيء معطل تقريبا، لأن هاي العاصفة شلت كل شيء. المدارس عطلت، بعض الأشغال، المولات سدوها. طبعا تعرفون ولاية ما متعودة على هذا الشيء، مو مثل الولايات الشمالية. الولايات الشمالية يعني يطيح ثلج هواي بكثرة، فدائما هم مستعدين لهذا الشيء ويرشون ملح. هنا بتكساس ما يرشون ملح، بس إن شاء الله باكر أو عقبة راح تطلع الشمس وتدفى، وخلال يمكن ساعات هذا كله يروح. بس الحمد لله على كل شيء. أكيد هاي الثلوج والأمطار خير وبركة. Mommy, look, it's solid ice. I know. That's why I want to roll them. شوف الشبابيك شلون جامدة.
The thing I glued in. Look. هاي إيمان جاب الثلج. أعزائي هسه رايح المكان على مود اشتري تريلا من عندهم. اليوم الجو حلو والثلج بلش يموع، وأحلى شيء الشمس تعطيك الراحة النفسية، تعطيك الشعور بالسعادة. سبحان الله لو تلاحظون بعض الأشجار لحد الآن هي لونها أخضر وأوراقها لحد الآن ما متساقطة، وهسه احنا طبعا على أبواب الربيع، يعني هسه احنا بشهر الثاني، وإن شاء الله يعني بشهر الثاني يوم 15 تقريبا أو 20 راح يعني تبلش الأشجار تفرع من جديد وترجع الحياة الحلوة الخضراء، حياة الزراعة. جيت لهذا المكان وقالوا ما عندهم تريلات، فهسه راح اروح لواحد ثاني ويلا نروح سوية. شوفوا الوقت مالت الغروب شلون حلو يكون هنا بتكساس، ما شاء الله السماء شلون تكون. طبعا هذا الشيء ما نشوفه دائما كنا بالولايات الشمالية. سبحان الله سحر الولايات الجنوبية دائما يكون يختلف، مثلا غروب الشمس يكون بهذا الجمال.